اجرته ما طول اسبوع وباقت غراضي كلها بيه. موبايل مخليته وكاميرات اثنين برا واثنين جوا، مكسرين الجام مال البيت، فاتحين السراقي وماخذين البلازمات، ما لاقين شيء يقدرون يشيلونه بس البلازمات. ما اروح انا للمركز واشتكي، راح اروح للعباس. صدقوني وشوفوا حوبتي شو تسوي بيكم. حوبتي وحوبة جهالي. انا مخليه القران ومخليه بيرغ العباس بالبران. زين انت من شلت البلازمه، البيرغ مال العباس مخليته بنص الغرفه والقران مفتوح والبلازمه منه، وشال البلازمه واخذها. شلون دنت نفسك ما ادري. يعني الحرامي دخل فتح السراقي ودخل خزائن مو؟ اقول لك شنو الكلاوات الجديده النوب؟ انت البيت غير مأجرته، غير تقول لنا البيت هذا مأجرته. كنت اولا اذا مأجرته ايش عد القران والبيرق العباس؟ سلام الله عليك ابو فضل العباس. اخر مره رحت زرتي هو اعطاك مرادك وانحبستي. هذا بيت مأجر الشك، وخاله قرآن مفتوح، وخاله بلازمات، وخاله كاميرات، وخاله مدري شنو، وخاله موبايل هناك. ايش طلعت هاي؟ شنو من اجار؟ يعني مأجر البيت وذن الغراض خالتنا المستاجر. واو كنا صدقنا، كنا مصدقين بهالفيلم الجديد مالتك. واحنا نعرف كنا يعني من البدايه قلت هسه طلع لها فيلم جديد وقصه جديده على هذا البيت مال ابو جنن. ما طلع بيت، كل يوم سالفه، كل يوم قصه. وخطيه ما تريد تروح تشتكي، تروح لابو فاضل هناك ياخذ حوبتها، حوبه جهالها. لا عيني انت مو تردين تروحي هناك، انت ما تشتكين، لان اذا رحت اشتكيتي راح يطلعون تصوير الكاميرات مال المنطقه وتطلع الكذبه مالتك، تبين السالفه لا اكو حرامي ولا فاتح سراقي ولا بها حوبتك وحوبه جهالك. فالقصه كلها ما تصدق، من هاي ما ترحين للشرطه وما تشتكي، لان الشرطه ما تلعب عليهم ايش لعبه ويعرفون الحق شنو. اسالك علي وتحمدوا على السلامه ورحمه الله والديكم. اليوم شويه احسن، وايد يقول لي بنات طمنا ابو اسد. لا اليوم الحمد لله الورم رايح، بس انا معد بالمفصل وان شاء الله ما يحتاج، انه بس شويه انه ما اضغط بالاكل زايد، يعني هو قال لي الدكتور يرجع بوحده، يعني خلال 24 ساعه يرجع مكانه. الله ردودك مو بالضحك، كلها تقول لي ما صدق ضاربتك، شنو السالفه عني؟ لا صار شيء قانون السيبي، يعني هيك ملاوه والسوالف هاي، فصارت ضربه هنا بالغلط خوش وعاد تصير. المهم قصيدي مو منا، قصيدي منا. اذا بنيه وحده مراسلتك وسال عليك. هو كل امنيته شنو؟ البنات يراسلن والبنات يحبن. هاي الشغلات الصعبه عليه شويه يتمناها. يابا والله العظيم صدقني، ولا بنيه تسال عليك ولا خايفه عليك. خطيه خايفه عليه لان فتشه كان ممرم وشموسه اختفت فجاه وما نعرف شنو السبب. ناشر والله خطيه كنت تشاقى انا ونسيبي وصارت الضربه بوجهي. يا نسيبك احنا نعرفه، نسيبك يعني اخو شموسه كبير ما يحكي وياك مثل ما هي قايله، ونسيبك الثاني صغير يعني. ما ادري والله، بس ما البنات سالات عليك لا الكلاوات ما تمشي علينا. وخطيه ابد بعد ما تدوس بالاكل انت حتى 24 ساعه الفتش يرجع مكانه. مو فتش هذا، شنو فتشك اوتوماتيك يرجع بوحده شنو؟ شنو كم نوع حمرة تخلين؟ يعني مكياجك صاير عبارة عن حمرة. عود هسه مثلا جاي تصوري نفسك هيك، عود مسوية فد شي حلو ومصورتك فد انجاز. والله العظيم انا ما ادري دول ايش بيهم، يعني بكل قواهم العقلية لو اكو شي. واتمنى من الهكرية اصدقائي اشكرهم هواي، اتمنى انه يرجعوا لي حسابي باقرب وقت، مو الخاطر عائلتي، لان هذا باب رزقي الوحيد. ما عندي رزق ثاني ولا عندي شغل ثاني اعيش بيه. انا تعبت والله، انا لو عندي مصدر رزق ثاني ما ادير بالي الحساب، بس انا هذا مصدر رزقي. يعني شنو راح ادخل بدرب مو زين؟ انا مبادئي واخلاقي ما تسمح لي وقيمي ما تسمح لي اسلك طرق غير مسموحه، لا المبادئي ولا الاخلاقي ولا المجتمعي. فانا ادور لقمه الحلال. انا جاي احكي لكم هيك مو هيك، لا يغركم المظاهر والكفر ولا تغركم النشر. ما تدرون خلف الكواليس شكو،
ماكو داعي كل شيء نظهره لكم. يمكن انتم نص جمهوري احسن من عيشتي عايشين، احسن من عيشة جدا تأثرت أنا بهذا الكلام، جدا تأثرت. قدرتي تخليني أنقهر وأضوج. بس لا صدق خطية، ليش مهكرين حسابي؟ خليها تسترزق يعني، ليش مهكرين حسابي؟ منو مهكر حسابك؟ وشلون تشكرين جماعتك الهكرية؟ أو جماعتك الهكرية يروحون يهكرون حسابك مرة ثانية ويرجعونه إلك؟ هسه توني فهمت. بس ما أدري يعني شقد حاولت أتأثر ما قدرت. جاي توضحين السالفة وتبكين وتتمسكين، ما قدرت أتأثر. هواي عصرت نفسي بس ماكو فايدة. وأهم شي مبادئك، ابقى على مبادئك، لأن ما يفيدك غير المبادئ. ولا تسلكين الطريق الخطأ، ظل على هذا طريقك. بس لا والله صدق رجعوا لحسابها. طيب خليها، هي ظلت على بنين، رجعوا لحسابها يا الله يساعدك بنات. كنا هاي تقول التنظيف وهاي صعب، شو انا دقيقتين هاي كلها صفيتها هوش صار البيت يلمع. اي والله نسوي ريوق والحمد لله والشكر. جنبيتك يا ام البيت يا نادرة، ما حد مثلك، ام العفو مثلك. هو انت منو يوصل لك هالقد ما مرتب، هالقد ما نظيف؟ ام بيت مو بيدك. هذا اللي يكبر بين النسوان، شوفوا هيك يصير نادر. انت اللي خليت البيت يلمع. على الاقل البطاله شيل هذول القاع مكومات. وثاني شيء، ايش لك علاقه بالبنات؟ يعني انت جاي تصور للبنات هسه؟ غير تقول هذا الحساب لام فسودي، بعد انت ايش عندك تصور؟ ام فسودي زعلانه وراح عليها، انت شكو ماخذ الموبايل مالها وتصور. شوف لما نقول لكم الحساب مو الها، الحساب إله، هو يتحكم به، هو اللي ينشر الستوريات، هو اللي ينشر الفيديوهات، هو اللي يرد على التعليقات، هو اللي يكتب العبارات بالستوريات. فمو لها، هي ما تكتب ولا تنشر ولا تصور ابد، هو كل الشغلات بيده. فمن هاي يقول الناس ما تثق بيه لما يقول الشغل مال التصوير لام فسودي وانا ما لي علاقه بالموبايل مالها. لا، الموبايل مالها بيده، هو يتحكم به. واكثر من مره ثابت هذا الشيء. وهسه النوبه مسافر رايح السنيمانيه ويصور وينشر بالحساب مال ام فسودي مثل ما هو يقول. يعني الحساب المال الحساب له، خلي يولي المال اللي يقول اعد حساب مشترك بيناتنا وما ادري شنو اثنيناتنا نصور بيه. لا، ختولي هاي الكلاوات، كل الشغلات وكل الحساب والنشر والرد على الرسائل. عود شموسه ترد، لا، حتى لما البنات يراسلن شموسه هو يرد عليهن. عود شنو؟ عود شموسه جاي ترد عليهن. فهاي كلاواتك ما تعبر علي، لا علي ولا على الناس الاذكياء. بعض الناس تقدر تضحك عليهم، ذولا خطيه ما يعرفون الله وين ذابهم. بس مثل ما قلت لك انت ام بيت نادره، بس يا ريت لو تغسل ملابسك مثل ما تنظف المطبخ.